وفي أول بيان له للشعب بعد توليه رئاسة الجمهورية بأغلبية 98.46% حدد الرئيس مبارك ملامح وأهداف الحقبة القادمة التي قدر له أن يتولى مسؤوليتها، وطرح مجموعة من المبادئ والخطوط العامة التي يتعين انتهاجها والسير على هديها. وليكن شعارنا في هذه المرحلة مواصلة بناء السلام والرخاء والديمقراطية، وتلك رسالة كبرى لا يمكن أن يؤديها إلا شعب مصر بكل أبنائه وأحفاده، وصرح هائل نبنيه جميعا بعقولنا وسواعدنا وقلوبنا وأحلامنا. وقد علمتنا تعاليم ديننا الحنيف وتجاربنا المضنية أن البناء لا يرتفع إلا بوحدة الصف وصفاء النفس وطهارة القلب واليد وسلامة القصد وصدق النية والعزيمة. ومن ثم فإن كل مصري ومصرية مطالب اليوم بالارتفاع فوق الخلافات ودفن الأحقاد والضغائن والتمييز بين التعدد المحمود في الآراء والتطاحن المدمر والفرقة المخربة، حتى لا نكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. ولنذكر على الدوام أننا جميعا مصريون ننتمي معا إلى هذا البلد الأمين بوجداننا وأفئدتنا وأرواحنا، وأن المسؤولية هي مسؤولياتنا جميعا، لا فرق بين كبير وصغير أو بين مسلم ومسيحي وبين مؤيد ومعارض، فنحن نسير في قافلة واحدة، ولا بد للقافلة أن تمضي في طريقها وتسير. تعالوا نوحد كلمتنا ونضم صفوفنا، تعالوا نبني مصرنا الخالدة بالحب والأمل والعمل، وتعالوا إلى كلمة سواء قوامها الحق والعدل والخير، وسوف نمضي في طريقنا العظيم، لا نتوقف ولا نتردد، نبني ولا نخرب، نحمي ولا نهدد، ونصون ولا نبدد. ربي إني نذرت لك نفسي وجهدي وكفاحي، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم،